السلام عليكم. اسمعوا بقى بس ثانية، النهاردة جايبة لكم حيلة رهيبة هتخليكم تخلصوا من مشاكلكم كلها. لو عندك اي مقص مش مسنون، في كده يعني، بقى بارد، مش مسنون طبعا، هتسنيه بان انتي قطعي بيه كمية سلك حلوة. وطبعا السلك لما بنجيبيه بتقطعيه علشان ما يعورش ايدك وانتي بتستخدميه. تشدي كده السلك تعور ايدك. تاني حاجة عشان ما تاخديش قطعة كبيرة وترميها بعد كده. تعرفين السلك المعين هو ممكن من المية يصدي، فبناخد قطعة قطعة كده وبتعنيها في علبة او ازازة تستخدميها، ازازة تبقى للسلك وما يجيش عليه اي مية وتحفظيه. دي طبعا عشان احنا سننا بالمقص، ودي سننا بالسكينة. لو عايزة تسن السكينة برضو نفس الحكاية زي الصنفرة بالظبط، وزي السيراميك اللي انا عملت لكم قبل كده فيديو ازاي تسن السكاكين بكذا طريقة، مش طريقة واحدة. دي برضو حاجة حلوة جدا. وممكن تنضفي بيه الرخامة بدون اي حاجة، هتلاقيه نضف معاكي اي اوساخ او دهون بدون اي اضافات. او ممكن تعصري عليه نقطة من الخل عشان تعقمي بس. او كمان والسيراميك بتاعنا ممكن تنضفيه حوالين البوتاجاز، ان انتي ممكن تنضفي بيه حوالين البوتاجاز بتاعك او اي حتة من السيراميك في المطبخ او في الحمام، وتلمعيه. لو عايزة تلمعي السيراميك بتاعك يبقى بيلمع، حطي عليه نقطة من اي نوع زيت عندك على السلكة وعلى الرخامة، هتلاقيه بيلمع معاكي ويرجع معاكي جديد. تمام. دي افكار حلوة جدا. معاكي سلكة، انا بوريكم الفكرة، مش هستخدمها طبعا. دي حتة سلكة اهي، وعندي فرشة سنان. تمام. بنلفها كده كويس، اهم حاجة تلفيها حلو على الفرشة. هقولك فكرة كتير جدا هستغربوها، انك تحطي عليها معجون سنان. تمام. وتغسلي بيها. لو حد بيحب القهوة وبيحب الحاجات الشاي كتير وسنانه مصفرة او بني قوي ومش عارف يطلع الصفار ده، اللي لازم يروح للدكتور عشان التبييض وكده، فجربوا الفكرة دي بجد. السلك تكون ناعمة ومعاها عليها نقطة من المعجون، واغسلوا بها اسنانكم وجربوا، بس بعيد عن اللثة وايه وبالراحة. تمام. فكرة حلوة جدا وجربوها مش هتندموا. تاني حاجة هتلاقي اللي عندك فواصل بين السيراميك، هتلاقيها عندك الحتت بين السيراميك دي مش موصله لها، فبالفرشة والسلكة تعملي بيها. طبعا الفرشة بتاعت السنان غير فرشة للتنظيف. تمام. عندك بين السيراميك والرخامة. تمام. تنضفي بيها اي حاجة ضيقة بين البوتاجاز، الحواف بين البوتاجاز وبين المفاتيح بتاعت البوتاجاز. ممكن تشيلي المفاتيح خالص وتنضفي من تحتها، وتنقعي المفاتيح بتاعتك وتغسليها او تنضفيها زي ما انت شايفة كده حواليها. مش هتحتاجي تشيلي المفاتيح خالص، وتنضفي حواليها بالشكل ده. تمام. هتلاقي السكاكين سنت معاكي وحلوة جدا وحادة وحتة سلكة، يعني مش عندك هنا بقى ايه كده الخلاطات او الحنفيات بتلمعيها برضو بدون اي مواد عليها، تلمعلك بالسلكة بدون مية وبدون اي حاجة، هتلاقيها لمعت معاكي وكمان رجعت معاكي تلمع علشان
الاحتكاك يعني بص لما يكون فيها مية غير ما يكون مفيهاش مية. المية السلكة بدون مية كده احسن واحسن وانضف وتلمع اكتر. جربوها وشوفوا الفكرة بتاعت بدون مية دي، بدون مية نهائي. خلاص عارفين ان احنا نغسل اي حاجة بشوية صابون وسلكة، لكن بدون اي نقطة سلك او بدون اي نقطة بريل او صابون. جربوها هتلاقوا هو بتلمع معاكم اكتر وحلوة جدا، تشيل اي دهون وترسبات. تمام. الحنفيات والخلاطات قلنا هننضفها بسلكة ونمشي عليها هتلمع كأنها جديدة. الصينية بتاعتنا بقى وتنظيفها لو فيها اي زي كده زي اصفرار برضو هتنضفيها بالسلكة بدون اي حاجة. السلك هنا بيلعب دور مهم جدا، بيشيل اي حاجة وسهل التوصيل لاي مكان ضيق. يعني بالفرشة بالذات والسلكة هتلاقيه ينضف معاكي حتت ما تعرفيش ما كنتش توصلي لها. تمام. جربوا كده وشوفوا معايا اهي شالت كل الاصفرار اللي في الصينية. ايوه حتى الزجاج بس خليه بالك علشان تستخدمي النوع ناعم جدا وتكون يعني استخدميها بالراحة كده هتلاقيه تشيل اي طبقة يعني عليها وتبقى زي المراية كده. فاهمين؟ يبقى عليها كده زي ضباب. بصوا بقى كده خدنا حتة سلكة وعليها عصرة ليمون او بيكنج باودر وخل على السلكة وهتنضفي بيهم. لو عندك صواني او عندك ادوات نحاس هتستخدميها في تلميعها وهترجع تبرق تاني كأنها لسه شارياها. انا ما عنديش حاجة نحاس غير اللي قدامكم دي، قلت اوريكم هنضفها لكم قدامكم بعصرة ليمون على السلكة بس. تمام زي ما انتوا شايفين. لو عندك اصفرار في قلب الطبق زي ما انت شايفة كده بيبقى فيه كتير جدا، بيبقى فيه اصفرار في الطبق الابيض متعرفيش تطلعيه بدون اي مية هتنضفيه هيرجع معاكي يرجع تاني مفيش اي اصفرار فيه. وبالذات في الظهر بيبقى في الطبق في الظهر بيبقى اصفر من قلة الاستخدام او حاجة. عندك طبعا هنا الخشب بالراحة لو عايزة تغسليه بسيط جدا ممكن تنضفي لو عليه دهون عليه تراب وبحتة كهنة كده تمشي عليها هتلاقيه بيرجع معاكي بيلمع تاني وينضف بدون اي حاجة خالص ولا ملمع خشب ولا اي حاجة. الفكرة الاساسية في الخلط اول حاجه بتغسلي طبعا المواعين بس ما تحرقوش دلوقتي السلك. انا اقول لكم على الطريقه اللي هتخليكي تشغلي السلكه دي 10 مرات. اما نخلص كده المواعين زي ما انت شايفه بالشكل ده السلكه طبعا بتصدي. هتعملي بس كده توطي النار عليها وتحطيها كده تنشفيها من الناحيه دي ومن الناحيه دي. عمرها مش هتتحرق معاك عشان هي مبلوله اصلا، فهتقعد معاكي فتره طويله مش هتصدي. وهي دي الفكرة بتاعت حرق السلك. ونخلي بالنا الاطفال طبعا ما يشوفناش واحنا بنعمل. لو اي طريقة عجبتك من اللي احنا عملناه او افكار اللي احنا قلناها لايك بقى على طول كده واكتبي لي في الكومنتات عايزة اعمل لك الحلقة الجاية عن ايه. وما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس لو لسه ما اشتركتيش في القناة عشان يوصلك كل الحياة الجديدة بإذن الله. واستودعكم الله والسلام عليكم.